معلومات تغذي عقلك. لا يوجد شخص يلائمك تماما، يوجد شخص يتنازل من أجلك وتتنازل من أجله، لأنكما ترغبان بالبقاء معا. لا شيء يستحق أن ترهق نفسك وصحتك من أجله. تجاهل من يتجاهلك واهتم بمن يهتم بك. سماعك لصوت الوالدين في المنزل تمنحك سعادة وهي أجمل وأكبر نعمة. مسامحة الناس في صمت وعدم التحدث معهم مرة أخرى نوع من أنواع الراحة النفسية. قيمتك عند من يحبك تعرفها من محاولته التي يبذلها من أجلك وليس من الكلام. عندما تخرج من دائرة اهتمامي ثق بأنني لن أراك حتى وإن كنت تقف أمامي. مجرد حديثك مع شخص تحبه يجعلك تتغلب على توترك وحزنك حتى ولو كان حديثا عشوائيا. عندما يكون الشخص سريع التأثر والحزن تأكد بأن هناك من أتعب قلبه دون أن يرحمه. وفي النهاية ابتعادك عن كل من لا يقدر قيمتك حافظ على راحتك، صحتك، نفسيتك، كرامتك. وبهكذا انتهت المعلومة. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى اللقاء. سنعود بعد قليل.